وبعدين يعوم جنبك يبقى هو بيصل بالسباق قبل منك. ونسمي ده منافسة عادلة. المسألة باختصار إن هو يريد التمكين من خلال، ليس من خلال دولة وطنية ديمقراطية، وإنما من خلال دولة الخلافة. دولة الخلافة زي ما اتقال برضه كلام الزمالي متناقضة مع فكرة الوطن. فكرة الوطن ليست هاجس لهؤلاء الذين يحكمون هذا البلد، وعشان كده نلاحظ انه هذه الجماعات لم تدخل دولة في العالم الا وقسمتها. تعالوا هاتوا الاستثناء. لما دخلوا الى السودان انفصل الشمال عن الجنوب، ولسه الغرب والشرق مهددين بمزيد من الانفصال. منسوب فلسطين، حتى فلسطين ما تحررتش، اتقسمت القضيه الفلسطينيه بين حماس وبين فتح. سوريا دوله على وشك الانهيار التام. الصومال دوله خمسه. افغانستان وهكذا. يعني هتقول مثل واحد لم يدخلوا فيه، دخلوا فيه وما لم يحدثوا هذا التمزيق للوطن وللأمة. عندنا نفس الشيء يحدث ويحدث بشكل خطير. ان احنا عندنا في مصر اقدم دولة في التاريخ. هذه الدولة لأول مرة في تاريخها بتواجه خطر التفكك والتحلل. الدولة المصرية في خطر شديد جدا. ما يحدث في سيناء على سبيل المثال. سيناء ما هيش مجرد شوية متطرفين خطفوا 7 سنين. سيناء تحولت منذ بقى يعني في الحقيقة من السنوات الأخيرة لحكم حسني مبارك بدأت أن تنشط فيها جماعات التكفيرية، ولكن بعد دخول محمد مرسي إلى قصر الاتحادية أصبحت سيناء مرتع لكل التكفيريين من كافة أنحاء العالم، العائدين من أفغانستان واللي مش دائم، وما يسمى بالسلفية الجهادية. وأستطيع أن أقول إنه ما عادش في سيادة مصرية على سيناء.